وبعدين كيف نذاكر؟ أحسن طريقة للمذاكرة إنك تذاكر عشان تشرح لغيرك. أول ما تبدأ في المذاكرة تخيل واحد من أصحابك يكون في نفس مستواك أو أقل، وذاكر بهدف إنك تشرح له. جربها، تلاقي نفسك وانت تذاكر تتخيل صاحبك يسألك من فين هذه جات؟ ليش عملنا كده؟ ما فهمت هذه؟ الأسئلة هذه كلها حتلاقيها ساعدتك إنك تركز وخلتك تفهم المادة اللي بتذاكرها أكثر. واحدة من أسوأ الطرق للدراسة والتعلم اللي يعملها أغلب الطلاب هي القراءة وإعادة القراءة، وهي إنك تقرأ الدرس لأول مرة، تستعمل الهايلايت على بعض النصوص، وبعدين عند المراجعة تعيد قراءة نفس النص أو تعيد قراءة الأشياء اللي حددتها. هذه أسوأ طريقة للمذاكرة على الإطلاق. ليش هذه الطريقة سيئة؟ لأنك لما تقرأ الدرس للمرة الثانية حتشوف الأجزاء اللي أنت مخطط عليها أو عمل لها هايلايت، تفتكرها، تقول لنفسك النقطة هذه أيوة أنا فاهمها، بس أنت في الحقيقة مو فاهمها، هي مألوفة بالنسبة لك. وفرق بين أنه تكون النقطة مفهومة وإنها تكون مألوفة. لما تكون مفهومة صرت تقدر تجيبها من مخك في أي وقت تحتاجها، تقدر تستخدمها مع معلومات ثانية تصير ملكك. لكن لما تكون مألوفة يصير أنت عارف إنها موجودة، لو شفتها حتفتكرها مرة ثانية، لو أحد فكرك بيها حتفتكرها، لكنها ما صارت ملكك، ما تقدر تفتكرها من نفسك لو احتجتها. هذه الطريقة بالذات هي السبب اللي يخلي بعضنا يقعد يذاكر ساعات ويظن إنه فاهم كل شيء، لكن يوصل الاختبار يلاقي كل شيء يتبخر من مخه.